احنا عاوزين نتكلم عن الأمانة. الأمانة، الأمانة دعامة من دعامات بناء الإيمان في القلب. إذا انتفت الأمانة إذا خرجت الأمانة من القلب خرج معها الإيمان. الإيمان والأمانة متعلقان بعضهما ببعض. إذا انتفت الأمانة انتفى الإيمان. فلو وجد شخص ليس بأمين يبقى على الفور كده ما عندوش أمانة، ما عندوش إيمان. لو واحد ما عندوش أمانة يبقى ما عندوش إيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم الله وزرع في قلوبهم الأمانة عشان يبقى البناء قوي، عشان يبقى بناء الإيمان في قلوبهم قوي جدا، عشان يبقى بناء الدولة قوي جدا. فأهم حاجة الأمانة. فالأمانة لو وجدت في داخل القلب وجد معها الإيمان. لو الأمانة وجدت في داخل القلب في معظم الناس وجدت قوة الناس. لو الأمانة وضعت في قلوب كل مسؤول عن أمر من الأمور كان هناك قوة في المسؤولية وكانت هناك قوة في الأمر. ده إمتى؟ ده لما يبقى الأمانة موجودة. لكن إذا انتزعت الأمانة من القلب خلاص الموضوع انتهى. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أصحابه مسألة الأمانة دي، فبيقول لهم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر قلوب الرجال كأنها حجر أساس اتحط في قلب الرجل، وبناء على ذلك تحرك وانطلق الرجل من باب أمانته الشديدة ليتحرك. هؤلاء الصحابة حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام كانت الأمانة مزروعة موجودة نازلة كامنة في قلوبهم. لعلك تعرف في قصة أبو سفيان لما راح لهرقل عظيم الروم فسأله قال له هو من فقرائكم ولا من أغنيائكم؟ اللي بيدخلوا في الدين ده بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قال يزيدون. قال له طب في حد بيرتد لما بيدخل الدين ده سخطة على الدين؟ قال له لا ما بيحصلش. قال له طب ما تقولون في محمد؟ ماذا في محمد فيكم؟ قال هو صادق. يعني صادق ولا كاذب؟ قال صادق. أمين ولا مش أمين؟ قال أمين. إذا أبو سفيان وهو على غير الإسلام قبل أن يدخل في الإسلام، وكمان هو رايح عشان يبلغ ويقول لهرقل تعالى عشان تنقذنا من هذا الرجل ومن هذا الدين الجديد الذي يسب آلهتنا ويسفه آلهتنا ويسفه عباداتنا، تعالى عشان تنقذنا من هذا المجال. لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة اللي هو كان بيقولها إجابة أمينة، إجابة أمينة مع أنه لم يكن على الإسلام بعد. إذا الأمانة كانت موجودة في قلوبهم، ولذلك بني الإيمان في قلوبهم، ولذلك اتحدت الأمة واتحدت القلوب، ولذلك قويت الدولة، ولذلك تغير الحال، ولذلك كانت معهم عناية الله وكانت معهم رعاية الله عز وجل. ليه؟ لأن الأمانة كانت ثابتة، لأن الأمانة كانت موجودة، كانت ثابتة في قلوب الناس، في قلوب الصحابة. ولذلك جاء في الأثر إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أعظم القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أعظم القلوب فاختارهم لصحبته. إذن هؤلاء الصحابة منتقى أصحاب قلوب وضعت الأمانة في جذر قلوبهم، أصحاب قلوب وضعت الأمانة في جذر قلوبهم. هذه أصحاب قلوب رحيمة، أصحاب قلوب تمتلك هذه الأمانة بقوة، واخد الأمانة بقوة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الأمانة دي هترتفع حتى إن الناس يعني يختلف بعضهم بعض في البيع، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين. لكن يا ترى ما هي هذه الأمانة وما هو المقصود بها وما هو معنى قول الله عز وجل في الآيات إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ كل ذلك نتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير، فاصل